تعالوا مع بعض نعمل مع بعض الكشري المصري. اول حاجه انا ضربت البصل كله في الكبه كده وبحمره في حله لوحدها علشان خاطر اول ما يحمر انا هنشيله كده من الزيت. تمام، عشان هستعمل الزيت بقى في ايه؟ هحط مثلا معلقتين في السليق بتاع المكرونه، هحط الباقي في سليق العدس كده. يعني خليكم معايا في الخطوات. تمام، انا هنا بحمر البصله زي ما انتم شايفين اهو، ولازم مش هصفرها، احمرها. تمام كده. وهنا انا في حله تانية بقى اللي انا هعمل فيها كل الكشري المصري، اللي هو ابو عدس الجبه. ايه ابو عدس الجبه؟ العدسيه البني، الكشري المصري. هنا بحمر الشعريه وبحط ملح. ثواني، بحط ملح عشان اوحد اللون، يبقى كله لون واحد، ما يبقاش واحده وواحده. بروح رشه كده، رشه. تمام، عشان ايه؟ الشعرية تطلع لون واحد، ما تطلعش واحدة وواحدة، بيوحد اللون كله مع بعض. تمام، افضل معاه كده اقلبه تقليبه واسيبه بقى. هنا بقى برضو هحط رشة هنا كده على البصلة برضو علشان اوحد اللون، وغير كده علشان تنشفها تطلع ناشفة. يعني ايه؟ في بيقولوا حط البصل في دقيق او نشا عشان يطلع ناشف، انما لا، حطي ملح احسن، لان الدقيق هيحرق الزيت وانا عايزه الزيت هستعمله، وخصوصا زيت تحمير البصله بالزيت. تمام كده. هنا مجهزه اهي الميه بتاعت سليق المكرونه، بس علشان عندي البوتاجاز 4 عيون زي ما انتم شايفين مش مكفي، احط الا حلتين بس. تمام كده، مجهزه الميه بتاعت السليق، بس اخلص البصله واروح حاطه مكانها على طول الميه بتاعت سليق المكرونه. هنا طبعا انا غاسله الرز ومجهزاه. مجهزه الميه بتاعت الرز، مجهزه يعني مثلا كوبايه رز عليها كوبايه ميه اهي. انا مجهزه كل حاجه، غاسله الرز ومستنيه بس البصله تتحمر والشعريه تتحمر، احط الرز على الشعريه. طبعا انا هنا هحط عيار الملح بتاعي على اساس ابقى جاهزه على طول احط الرز على الشعريه ويا دوب الميه. هنا انا ضاربه الطماطم اهي ومستنيه بس اخلص، وبعد كده ايه؟ نشوف بقى هنعمل الصلصه بتاعت الدقه ازاي. بصي هنا اهي داخله في التحمير، هفضل ايدي فيها. صدقوني حلو جدا، وخصوصا احنا طالعين من عيد ومن رمضان، طالعين من رمضان. في العيد عندنا دايما بنعمل كشري ورنجة. اول يوم رنجة، تاني يوم رنجة، قلنا نغير بقى ونعمل كشري. طبعا ولادنا بياخدوا العيدية وبيروحوا يشتروا كشري من بره ويتغدوا بره كشري وطول النهار دليفري كشري وكده. يعني لا، قلت نعمل في البيت احسن ما نشتري من بره، مش معروف الاكل بره شكله ايه. تمام. هنا بحمر برضو ايدي في الشعرية عشان ما تتحرقش، اقلبها تقلبتين واسيبها كده. بصوا الشعرية بقى لونها واحد ازاي، وادي البصلة برضو. البصلة طبعا عمري ما هطلعها كده، لازم تتحرق شوية، خصوصا بتاعت الكشري لازم تبقى غامقة، ما تبقاش واحدة واحدة كده. فانا ايه؟ هقلبها تقليبة واسيبها. الحاجات دي مش عايزة تقليب كتير يا بنات او يا شباب او اي حد بيشوفني، اكيد الشباب برضو بتحب ايه؟ تعرف الطريقة، عشان قاعدين متغربين وبيقعدوا يعملوا كده. خلاص الشعرية اتحمرت، هنروح بقى نجيب ايه؟ الرز اهو. تمام، هروح ايه؟ ده الاكل. ابتدي اقلب. طبعا احنا حاطين الملح بتاعنا، لازم اقلبه كده وهركنه بقى اما اسلق العدس. الخطوه الجايه هقول لكم عليها حاضر. انا بس ايه؟ لازم اجيب الشعريه مع هسيبكم بقى عشان ماسكه بايد وبحمر بايد، فمش هينفع اعمل بايد واحده تتكب على رجل. ثواني ارجع لكم تاني. هنا قلبت الرز مع الشعريه كلها. تمام كده،
وابتدي اطفي عليها كده. انا جهزت الرز عشان الخطوة التانية اقول لكم هنعمل ايه. هنا بقى بحمر كده، حمر البصلة لازم تبقى لونها بني شبه محروق. ما يمنعش اخد معلقة كده وهي فيها البصلاية لسه بيضة واحطها كده على الكشري بتاعه، غير اللي انا هعمله دلوقتي. هبتدي احمر. مفيش واحدة مصرية ما تعرفش الطريقة، بس برضو ايه زيادة تأكيد. وبنعمل للبنات اللي هي العرايس الجديدة بنعرفهم ازاي يعملوا الكشري. بنعرف الشباب اللي هي في الغربة وبيبقى نفسهم ياكلوا كشري مصري. يعني مش شرط اللي هي ممكن ست بيت تقول ايه ده هو انا ما بعرفش اعمل، لا احنا كلنا شاطرين وبنعرف نعمل. بس في عروسة بتبقى بنوتة كده تبص تلاقي مامتها ما علمتهاش، او معنى اصح مش فاضية تقف في المطبخ، ما عندهاش فكرة اتجوزت، فبتروح تعمل ايه بقى، تبحث على اليوتيوب وتشوف طريقة عمل الكشري، طريقة عمل البطاطس، الحاجة اللي هي عايزاها بتبحث عنها وبتطلعها وتعملها. لعل وعسى طريقتي تطلع في البحث. افضل بقى اقلب عشان هي خلاص داخلة في التحمير اهي. هنا هبتدي بقى انشل البصل بطريقتي، في بينشلوا بمقصوصة، انا هنشل بالمصفى دي. هروح واخداها كده مصفياها ماشي اهي. معلش يا جماعة انا الرينج لايت بتاعي اتكسر، فمش عارفة اصور غير كده بايد، والايد التانية زي ما انتم شايفين. وابتدي احطها في طبق كده وافرطها كده علشان خاطر طبعا هي سخنة ما تتحرقش اهي. تمام. واروح رايحة تاني واخدة زي ما انتم شايفين كده، حطها على كده. تمام. بصوا بقى لازم دي احرقها كده، لازم احرقها كده. شايفين لازم اخليها بني كده. هو ده بقى سر الايه الكشري بتاعنا. تمام كده. هاخد حاجة كده بسيطة هقول لكم حاجة كده تكة هتستغربوها، بس هي دي علشان خاطر تديني كده مزازة وحاجة حلوة. بصوا بين صوابع كده سكر كده بس. تمام كده. تعالوا بقى نجيب العيار بتاع المية بتاعنا اهو ماشي اهي. بقت ايه ده عيار المية بتاعنا. هسيبه يغلي. طبعا ايه هحط له كمون، هحط له بقى التوابل بتاعتي. طبعا انا حطيت عيار المية بتاعي. هحط بقى ايه فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، كمون. طبعا انا حاطه ايه الملح في الرز هنا، فمش هحط هنا ملح، هروح حطها كده ماشي كده. دي المية لازم اخليها بقى تغلي. شايفين بتغمق ازاي؟ هو بقى ده سر الكشري المصري اللي بيخليه غامق، السكر اللي بيكرمل والبصل المتحمر قوي، ده سر الكشري المصري. طبعا لما تغلي انا هحط العدس اكون غسلاه وهحطه يتسلق ربع سلقه، واروح بعد كده حطاهم على الرز. وفاصل ونواصل اوريكم بقيه الطريقه.